مرسيدس، ما عقلتش من نوع مرسيدس بالضبط. كيختار هو الطوموبيل اللي نقيا يعني مستوى كبير، كيكون جديد، طوموبيل ماركة جديدة العام الأولي باش كيبيعها في فرنسا. اللي عاو ما كتبش يدينا هاديك، مشينا طحنا عاو فواحد الأودية أخرى ديسكابوطابل، هادي هي اللي يديها وهادي بغيت تسني بها خواتي كما كتسمعو. ملي ارتقنا للبولا انا وياه فرسينا، ارتقنا للبولا طبيعة الحال. هو ديمارا في بلا، قال لي قبل ما نديماري يا جلال غادي نمشي لهيه حدا ديك الدار هاديك كتعلي عينيك كتشوف الناس ديالها واش كيطلع شي واحد. مشيت باش نشوف في ديك الدار في ديك الطيقان، كنشوف الروايد كيدوروا اخواتي، دارو رجع ماشاريال، بغا يقلب ديك الدر ما كيصافش يعمل ماشاريال. انا بديك الماشاريال اللي عملو ديك القلبه اللي يقلب، تلحت له تسيبت له على بالابريصه التصويق شبرت فيهم مزيان هكذا كيما كتسمعوا، او كيفريني وكيكسيري خصو يلوحني. ساعه واحد المره تهرست بيا واحد التصويق تجنمت من الجنب اخر مع الفرينار اللي فرينار، الحمد لله فرينار ديك الساعه باش ما طيحتش شي طيحه قويه. الساعه اللي نص شفت واحد الطرف ديال سبونخه بونجا، يعني انا حسب لي حجره، انا قلت هذيك حجره، بس اذا كانت هذيك حجره كنت غادي صافي كنت غنخسرو. هزيت ديك سبونخه اللي بونجا، الطرف كبير شي شويه كيبان بحال الحجره من بعد، بغيت نضرب جبرت ديك الشي خفيف تلحت عليه مع ديك السويكلاص د الماء خواتي، ماشي سويكلاص، ديك الساقيه د الماء تستحم معانا باقي صغير وخفيف، تعلقت ويدي مع بالابريصه. كما كتعرفوا كاين شي الحدايد د الطريق فيهم البياض والحمر، الحدايد قد داك الباركين، كان باغي يحكني معاها، كان باغي يضربني مع ديك الحديده، طلقت يدي طاحت جيت لاصق بديك الحديده، تقصحت بعد التقصيحات في الذات ديالي وكثيره. الساعه اللي كثيره بقيت كنجري مورا، انا ملي نوض بقيت كنجري وكنبكي، كنجبرو هو واقف كيشد الماليطه، تحلت له الماليطه الخوت، ما عرفتي كيفاش تحلت الماليطه. صافي ملي شافني عاود خلى الماليطه مفتوحه وكثيره ومشاو. كما كتسمعوا اخواتي الحمد لله ما وقع باس، يعني كنت قصحت المكتب ديالي وشويه من نصي، يعني ماشي شي ضرابي قاصحين. مع ذلك خرجوا، ملي تلاقيت ديك ثلاثه د الخوت ديالنا مغاربه روافه، يعني فرحت، قلت هما غادي يساعدوني. ساعه جبرتهم خرجوا مشي ديسكوتيك مشي لابواط، كانوا يعني منشطين، انا كنهضر معاهم، جاتهم العربيه ديالي يعني غريبه، يعني باينه ولد المغرب، بداو كيضحكوا عليا، انا كنهضر معاهم هما كيضحكوا، كنقول لهم خواتي وريو لي ستاسيون ديال الترين فين هو، فهمت، باش نمشي نقدر نرجع لهولندا ولا نمشي لبلجيكا. المهم الترين اللي كيجي كنشدو كنشبرو كنسطا، ما كنبقاش نساقسي بعد احيانا ما كنساقسيش، هي كنركب. الساعه ملي قال واحد ملي شافني ماشي كنبكي هكذا عيط لي، قال لي خويا مغربي مين انت؟ قلت له تطوان. قال لي تبارك الله على الناس تطوان ديالنا الدري ديالنا. قلت له شكرا بزاف اخاي. قال لي الترن غادي نمشي هكذا وغادي تقلب هكذا، جبرت تما الترن، داكشي اللي كاين، جبرت الترن، جبرت المخزن تما ناعسين، طللت عليهم جبرتهم بالكاو، يعني كنت باغي نهضر معاهم، تزيرت باش يديوني هما يشوفوا لي الحال. جبرتهم ناعسين، خليتهم ناعسين، مشيت نعست في واحد الصاله اللي فين كيستناو الناس الترن، نعاس نوض جبرت، يعني الدنيا عامره، عيال صغارين قدام راسي كيلعبوا، واحد المنظر غريب. قلت يعني كيفاش العينين ديالي بقاو مشدودين حتى هاد الساعه، يعني كان فيها السما بزاف. ساعه نوضت وقفت عاود في الموطا الترن، جا الترن الاولي طلعت فيه، الطلعه اللي طلعت فيه عاود بقيت ماشي نزل وقف ديك الترن، يعني عاود شفت الكونترول هبطت بحالي في السطاسيون الاولي اللي وقف، يعني هاد الطريقه هادي بين بلجيكا وهولندا، دابا راه باقيين في هولندا. ملي وقفت وقف ديك الترن، نزلت شفت الكونترول، نزلت عاود برت الترن اخر، ديك الترن اخر رجع عن امستردام، رجعت لامستردام عاود ما عارفش راسي في امستردام. نزلت شفت الكونترول عاود تخبعت، يعني كونترول اللي تما في امستردام، عقلت السطاسيون، طلعت من فوق السطاسيون، طلعت فين كيجلسوا الناس المسافرين،
وقف عليا فلسطيني مسكين، تحياتي للناس ديال فلسطين، وقف عليا فلسطيني راجل كبيبار، عز عليا قال لي ولدي هايدا سبحان الله ربي سردوا لي والله اعلم، يعني هادشي باين. قال لي ولدي خصني ناكل، ماشي نقول لكم خواتي، نسيت انا نسيت راسي في الجوع، واحد الحراره بالمعزه جاتني، عز عليا كنفتش ما نسرق باش نعتاه، اي حاجه كنت نسرقها نعطيها له يبيع ولا ياكل، المهم اي حاجه. قلت له استناني عطيني شي دقيقات ما فتشت في المخزن، ما رجعتش عندو الله يسمحنا، بوركي ديك المخزن نيت هادي تشوفوني يقولوا لي عاود رجعتي للسطاسيون كما كتسمعوا. رجعت هوت للسطاسيون، هوت عاود برد التران الاخر، هادي 3 ايام اخواتي كما كتسمعوا، 3 ايام وانا من تحت الارض. هادشي اللي كتسمعوا راه 3 ايام بين برجيكا وهولندا تحت الارض، يعني ما كنعرفش في الترونه، ما كنعرفش في البيروز دو ستاسيونيست. ساعات كيضربوا الباب، اذا كيشوفوني في الكاميرا كيضربوا الباب كتجيني في راسي، كنوض كنصدع معاهم كيصدعوا معايا، بوركي هادشي هذا باقي تسمعوه بزاف مع المخزن في برشلونه وفي مدريد الى اخره. ملي طلعت في الترن يعني عاود ماشي من بلجيكا، نزلت في واحد السطاسيون، عاود جاني الجوع، خصني ناكل، ما صبرتش ما ناكل، بقيت كندور والو، قلت هادشي هذا والو، رجع للمكان فين كليت هذيك لينكاس اخواتي كما سمعتو. هذيك تما وقع واحد بروبليم صاير الله يسمح لي منه، واحد السيد عنده طويوطا كيبيع بيطات بلديين وروميين، قاولي يعني، وشفتو كيفاش كيتعامل مع ديك البيع والشراء ديالو، والفلوس كينزلهم في الباب اخرى، وفين فتح هو ديك الباب طويوطا قديمه، نزل البيض كيتخلص وكينزل الفلوس في مكان. فتحت له الباب انا من لهيه اتجاه اخرى، فتحت له الباب، دخلت جمعت هذيك الفلوس الله يسمح لي، كما كتعرفوا مشيت عتقت راسي، لبست، دخلت واحد السوبر مارشي، شريت الماكله، شريت الحوايج، عنيت براسي، يعني طريت في راسي باش ما نبقاش الانسان ضايع. وقلت يا ريت لو كان يبان ديك الفلسطيني، يا ريت بقى بالي معاه ما نسيتوش. عاود رجعت تاريت شي حاجه في امستردام، مشيت الاماكن معروفين في امستردام، رجعت عاود من السطاسيون ديال التران، عاود شبرت التران، واخا معايا فلوس ما قطعت لا بيي لا والو، صافي سولفت الترونه كيفاش نسلك راسي فيهم، كنقول ما حتاش نقطع بي، زايدين فيا الفلوس بيي. عيت ماشي اخواتي كما كتسمعوا، واحد المغامره يعني قاسيه، وبنادم ما قاريش، يعني الانسان كيتعذب لا في النعاس لا في الماكله لا في البلاصه اللي خصك وما كتقسيش، يعني واحد الكارثه. ملي بقيت ماشي تبارك الله الترين عليني وصلنا لبروكسيل، يعني كان في اونفيس، الترين وصل اونفيس الله اعلم على ما كنتذكر. واحد الصديق ديالي عبد القادر، يعني معروف عبد القادر التينو في سني ضرمل، انا عقلت عليه الا شدني كونترول في انتوربن، في اونفيس هي امبيريس الاسبانيولا اللي تعرفوها الناس ديالنا كاملين. ملي وصلت لأونفيس شدروني كونترول، بغاو يهبطو، لا رانداوني للمخزن، رانداوني للمخزن، وعبد القادر طالع، عبد القادر ولد الحومه ديالي انا عقلتو، عطيتو نمشي بالورق. هاد القضيه ديال الورق نتوما تعرفوهم من بعد ان شاء الله، منين نوصلوا هاد السلسله ديال الورق اللي عندي، عطيتهم لي واحد الدوله باش نقول في الطريق، عطيتهم شي الوراق شافوهم تما مكتوبه فيهم ساعدوا هذا الطفل المغربي راه عائلته في مدينه بروكسيل، ما تشدوش كملوا معاه، وريولوه كيفاش يوصل. ملي عطيت لهم ديك الوراق عزيت عليهم، وكنرغب ونزاوب شي هضره كلمات بالفرنسي كانوا عندي يعني، المهم كنخلط بين اسبانيوليه وفرنسي. ردوا لي وراق قالوا لي طلع بروكسيل ستوب، يعني هي هذيك الاونفيس بروكسيل، باقا لي بروكسيل، يعني في العنوان اللي عندي في الوراق عاد كاين بروكسيل. ملي طلعت جلست قدام الجار ديالي عبد القادر، شفت فيه فيا، قلت له واش عقلتي ليا؟ قال لي، قلت له انا جلال خالد فلان بالفلان. الله اكبر، تفرح بيا مسكين وفرحني وناض في ديك الساعه. قال لي خصنا نوقفوا الترين هنا، قال لي خصنا ننزلوا هنايا في ستاسيون، يعني هاد الستاسيون هذا تما سكنت في هاد الحومه مع المده، هي المدينه اللي خصني انا ننزل فيها، هذه هي المدينه اللي ساكن فيها اخاي. انا طالع بالفهمه غلط على حسب بروكسيل خاي،
وخاي في مدينة أنتوربن أونفيس أمبيريس تما كيتكون خاي. مع ذلك قال لي خاك طريق فين هو؟ قلت له مدينة بروكسل، وهذا كان عندي غلط. هي المدينة اللي ساكن فيها خاي تبارك الله، وباقي غادي نسكن أنا تما. وهاد الستاتيو اللي نزلو فيه أنا والصديق التجار ديالنا عبد القادر كنحييه تحية كبيرة تبارك الله عليه، الله يوفقو على الخير ديالو. عندو المدام ديالو تشينوية تبارك الله طيبتنا الماكلة وفرحت بينا. عندو ولادو أطفال تا هما تينوس تبارك الله خرجولو، الله يطولهم في العمر، الله يجعلهم ذرية حسنة. وكان جاري في الآخر مؤخرا جا جاري كيما كتسمعو الخوت. نزلنا رجعني للدار دواشت كليت، كانت معاه مراتو في ديك الساعة. هاد الماكلة اللي قلتلكم يعني تا كنت جارو كيعرفني، هاد مراتو كدعملنا الأكلة صينية تبارك الله من الصين كما كتعرفو. كليت وارتحت ودواشت وما مشينا لبروكسل. ملي مشينا لبروكسل يعني بقاو الدراري فرحو بيا، شفت واحد النشاط غريب بين دريت تطوان طنجة. واحد تبارك الله كنقول يا ريت ترجع هاد الفرصة هادي يعني باش الإنسان يعوضها، بوركي الصغار أخواتي ما حدو بنادم صغير يضرب في الصح، بوركي تضيعو غير الوقت ديالكم أخواتي. والندمة ما كتنفعش كما كنقولو، يعني شحال هاد الندم صافي بركة كافة أخواتي من مشاكل. الإنسان إذا بغا يوصل من صغرو خصو يبدا كما كيقولنا الوالدين، خدمنا صغرين كبري. هادي الهضرة ديال الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. ولهذا فرحوا بينا وعيطوا لواحد الخاي قالوا له عندك واحد المفاجأة هنا. الدراري تبارك الله عملوا بيا وعملوا معايا واحد المعاملة كبيرة بزاف. كلشي كيقول لي لا الدار، كلشي كيعرض عليا العشاء. المهم ضربت واحد 3 أيام تبارك الله ما كنضرب حتى شي حاجة، يعني وفروا لي كلشي ديالي الدراري تبارك الله. وعيطوا خاي اتصلوا بالناس اللي في العائلات ديالهم اللي في مدينة تطوان، وعيطوا لهم قالوا لهم عطيونا النمرة طارق جلال. جابوا النمرة عيطوا خاي قالوا له خصك تجينا عندنا بروكسل، عندنا معاك واحد المفاجأة هنا. ملي جا خاي قال لهم المفاجأة هو جلال هنايا، يعني كان عارفة. قال لهم معاكم جلال هنا. قال لهم صافي اخواتي واقيلا راه يعني بدينا في المشاكل. قال لي قدامهم قال لهم جلال انا كنعرفو واخا باقي السن ديالو المراهقة وباقي قالوا له لا جلال ان شاء الله كي نثبت، يعني كنت ثبت في ديك الساعة يعني باقي ما سخنتش بلاصتي كما كنعرفوا. هذيك هي السن المراهقة ديالي، كنت الطوب ديال المشاكل باش كنت لقمت المناتي. كانت باقا المناتي مشهورة في ديك الوقت. لهذا رجعت مع خاي نقدروا نكملوا لكم ان شاء الله على القصه. وغادي نزيدكم واحد حاجه في راسكم، يعني خصكم تعرفوا تعقلوا على هاد السلسلات اللي كنهضر عليهم. تعقلوا معايا عليهم ان شاء الله، تبتوا معايا بوركي ما تجيلكم بواحد السلسله كتصافي نهادو بجوج اللي عاود لا اللي طلقت البارح لا اللي هضرت عليه اليوم، باش تعرفوا كيفاش جلال المالي باش وصل من بلجيكا وكيفاش وصل من هولندا وشني كان كيعمل في هولندا. ملي نسخن بلاصتي يعني في بلجيكا وفي هولندا عاد غادي تبدا السلسلات ديال الغرائب والعجائب. وكنتمنى من الاطفال ما يتاثروش بهذا الشيء هذا، والشباب ديالنا يعني هادشي هذا. كاين عقليه ضعيفه كتكون في حاليا. ملي كنت صغير كنت عقلي ضعيف، يعني كنشوف داك الشيء كنتاثر، كنقول هادشي هذا خصني نجوزو خصني نتحداه. ونزيدكم واحد حاجه اخرى اخواتي باش تعرفوا جلال المالي واحد الخلعه كبيره كانت تخلع بالسلاح اللي وقف لي في راسي باقي في عمري 7 سنين 8 سنين الله اعلم. وقبل من الضربه الاولى ديال اكسيدنتي ديال الراس، هذه الخلعه الثانيه اخواتي. وباقيين بزاف د الخلايا وبزاف المفاجآت وبزاف كثير بزاف. كما قلت لكم 37 سنه اخواتي، الله يحسن لي العون اليوم معنا، والله يجعل مغفرة الذنوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.